الله الرحمن الرحيم. هنقدم تجربة الأستاذ الجامعي اللي عاوز يبين فيها لطلابه قيمة الوقت. الأستاذ الجامعي قال لو أنا فضلت أقول لطلابي الوقت مهم، الوقت لازم ننظمه، لا، أنا عاوز أرسخ المعلومة في ذهن طلابي. عشان كده الأستاذ الجامعي أحضر دلو. طبعا احنا هنا جايبين برطمان، يعني معلش. احضر دلو، واحضر كمان كيس من الرمل، احضر كيس من الرمل، واحضر صخور، واحضر ميه. طيب ايه علاقة كل الاشياء دي بالوقت وتنظيم الوقت واهمية الوقت؟ الجردل هنفهم في نهاية التجربة انه بيرمز لوقت الانسان. وقت الإنسان محدد، كل واحد فينا بيعيش في اليوم 24 ساعة، محدش في يوم هيعيش 23 ساعة. وقت الإنسان محدد، وعمر كل إنسان محدد، كل إنسان هيعيش في عمر معين اللي ربنا حدده له. الصخور الكبيرة بترمز للأهداف الكبيرة في حياة الإنسان. يعني أنا مثلا أبلة هويدا، أديني أنا كبرت أهو، ينفع أقول أنا كنت عايزة أكون طبيبة جراحة أو طبيبة أسنان، وأنا دلوقتي ما ينفعش. مش هقول مستحيل جدا، بس هقول صعب جدا جدا. كان لازم لو الهدف ده عايزة أحققه في حياتي كنت حطيته منذ البداية، منذ أن كنت في الثانوية العامة أو قبل كده كمان من ابتدائي. المية بترمز لأهداف من نوع معين في حياة الإنسان. الرملة هتهدف لأهداف أصغر قوي قوي في حياة الإنسان. طيب أنا في حياتي يبقى لازم أحط إيه في الأول في جردل عمري ده، الجردل اللي بيرمز للعمر؟ أحط إيه بقى في الأول؟ الجردل بيرمز لحياتي وعمري. عندي أهداف كبيرة، عندي أهداف صغيرة جدا، عندي أهداف من نوعية خاصة. طيب أنا دلوقتي أبدأ في حياتي أحط الأهداف النهوني الأول، أحط الرملة الأول ولا الصخور الكبيرة الأول ولا المية؟ طبعا لازم أحط الصخور الكبيرة الأول، أحط الصخور الكبيرة الأول. لان لو ما قدرتش احط الصخور الكبيرة في اول الاناء مش هقدر احطها ابدا بعد. الاستاذ الجامعي سأل طلابه هل هذا الدلو ممتلئ؟ طبعا واحد على طول بسرعة ايوه يا استاذ ممتلئ. طبعا شايفينه زي ما انتم شايفين قدامكم ممتلئ. قال لهم طيب اصبروا كده، وقام اخذ الحصيات الصغيرة وحطها، الحصيات الصغيرة جدا، الحصيات الصغيرة جدا حطها، فدخلت سدت الثقوب اللي تحت في الفراغ اللي بين الصخور. الحصيات الصغيرة دخلت ما بين الصخور، الفراغات اللي عاملاها الصخور في الجردل. وسألهم هل يا ولاد دلوقتي كده الإناء ممتلئ؟ فطبعا الأولاد قدروا يفهموا شوية، فقال طالب ربما لا، يمكن لا، لسه في مكان. قال لهم ماشي، وقام جاب الرملة وقعد يحط في الرملة. طبعا الرملة هتدخل في الفراغات، الرملة هتدخل في الفراغات اللي الصخور عاملاها. لسه كمان، لسه في فراغ، لسه ممكن نحط رملة كمان. لسه عمري في اماكن فاضية. الاهداف الصغنطوطة قوي اقدر احطها في اي وقت، الاهداف الصغيرة قوي اقدر احطها في اي وقت. لكن لو كنت بدأت بالاهداف الصغيرة الرملة دي ما كنتش هقدر ابدا احط الصخور الكبيرة. بعد كده سألهم هو اتملى؟ فهم عرفوا بقى، قالوا لا ما اتملاش، احنا ممكن نحط كمان ايه؟ ممكن نحط كمان المية. طبعا المية هنقدر نحطها، لكن لو احنا حطينا بقى الرملة والمية والحصات الصغيرة ما كناش هنقدر نحط الأهداف الكبيرة في حياتنا. الأستاذ قال لهم تذكروا دائما أن تضعوا الصخور الكبيرة
في حياتكم أولا، وتبدأوا بيها في حياتكم أولا، ثم الأهداف الأصغر فأصغر. الأهداف الكبيرة أو الصخور الكبيرة زي تعليمك والوظيفة اللي ناوي تشتغلها، هدف زي إرضاء أمي، ده